تابعت هذا السيد وكنت من نحاول نقبض حاجة هكا نفهمها. كما ترون هاو السي المعلم خرج بالخرجة الاخرى تاعو، او العلم اللي راهو زاعمو السي المعلم. السلام على من اتبع الهدى والصراط المستقيم. كما ترون هاو السي المعلم خرج بالخرجة الاخرى تاعو، او العلم اللي راهو زاعمو السي المعلم. طبعا كلمة ما عنديش هذا العلم تاع الرجم بالغيب، وما عنديش صحانية الوجه انه نتكلم في كتاب الله بخروطه كونه. بالاساس تابعت هذا السيد وكنت من نحاول نقبض حاجة هكا نفهمها، فما لقيتش وش نتعلم وش ناخذ منه. طبعا انا ما يمشيش علي المراوغات الكلامية ولو بسم الله، والله حتى بالصلاة على النبي. الحمد لله اللي اعطانا ربي عقل وبصيرة نور لنا البصيرة نتاعنا. حتى الدجالين اللي كيما هذا ما يغموش علينا. عندي هكا نقولها في الوجه ساطح ناطح، لانه اللي مد الدجال ما يتسمى غير دجال، نسميه الاسماء بمسمياتها. ربما هكا صراحتي هذه اللي ربما غير معتادة، وربما ساعات قساوتي في بعض الكلام على البعض من وخاصة الدجالين، لانني نكفر بالدجال. الكذب ونشمه فضلا على الدجل اللي غموا على الناس بسم الله ولا بالصلاة على النبي. هذو راني نكفر بهم، ما نشربهمش في الماء. اللي كافر او كافر ولا ملحد ولا هذاك هو حكاية واحدة اخرى. لكن ما تغموش على المؤمنين البسطاء العلم، البسطاء الايمان، البسطاء في كثير من الامور، ولا اللي ما عندهمش حتى بصيرة. ما تغموش عليهم بالعلم، وما تغموش عليهم بكثرة ذكر الله زعمة وانتم لا علاقة بالإيمان، مجرد منافقين. فلما تستعملوا كتاب الله حتى تشيعوا وتذيعوا وتعملوا لنفسكم سمعة، هذا يتسمى دجل، ما عندوش اسم آخر. وانت تعرفني مليح، وكنت تطلب في مناصرتي تحت لتحت، ماهوش بالتصريح، وسمرتها. وهذيك اللي خلاتني نتابع اخبارك، لانك تعرفني باللي قادر عليها في المجابهة، قادر عليها مع اي كان. لكنه لقيت كلامك كله باطل في باطل، خرطي في خرطي. طيب رحت لك للعلم يا سيدي، انا حتى انا نتوجس نشوف في الوجه وكأنه بريء يتكلم بكلام الله. طبعا انا يا ما تفوتهاش عليا بكلام الله، لانني نعرف بكلام الله خالطه مليح. لكنه ربما السيد عنده اطلالة على علوم ربما نعرف عليها لكنني ما نعرفهاش، فحاولت نتقص كش ما نتعلم، لكنه ما لقيت والو. المبادئ الأولية للتعليم ما كانش. طبعا فيه أخبار عطيتها على أساس أنك مخرجها من كتاب الله، ونعرف باللي غالطة في توقعات أماكن ولا في توقعات أحداث، أعرف جزما أنها ما عندهاش علاقة بالصحة. هذيك اللي خلتني نرتاب فيك، لكنه قلت نتابع. حقت مسألة سفينة نوح اللي غيبتها لي، عملت فيها تحقيق، ما كانش غاشي اللي راح شاف، حتى وشافوا اللي حبك واستلطفك وبنت له باللي راك صادق وبريء ومؤمن وعالم
عالم، فضلا على اللي بنت له باللي راك عبقرينو، عبقري زمانك. والاخرين كاين من صرح بانه يتوقع، وان كان يقول باللي راك تقول باللي راك ماكش المهدي، يتوقع انك انت هو المهدي. ما هيش هذه هي النقطة، نهضروا على علمك. كونك انت قلت ما تتابعوهمش فاطاعوك على العمياني، الا اللي شايف روحه حب يدافع عليك يروح يتابع باش يدافع عليك، وهو ما على بالوش مسكين ولا ما على بالهاش مسكينه باللي راه يدافع ولا راهو يدافع على دجال. دجال. طيب عرفت باللي السفينه ماهوش موقع السفينه، كذبه، وكنت على بالك بيها، طحت في الصوره ما عرفت كيفاش طحت فيها، ومن بعد صرفت لها الاحداثيات من ارقام تابعه للقران الكريم. كي زدت تبعت القواعد نلقاك تمشي بلا قاعده، تكيف هذه ايه، هذه منا، هذه رقم الايه، هذه رقم الحزب، هذه رقم الصوره، وزد دخلت فيها عدد الكلمات ولا 4 احتمالات. طف 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 دير شكشوكه، وكل خطره كيفاش تكيف فيها، خطره رقم الحزب، رقم الصوره، عدد الايات، عدد الحروف، وكل خطره كيفاش، خطره تنحي هذه، خطره تنحي هذه، خطره تعكسهم، خطره كذا. تابعتهم بالحلقه لانني نعرف كيفاش تكون العلوم، واللي نعرفه اكثر وقبل انه العلوم الربانيه ما فيهاش ريبه، كلها حق ومباشره. كيما العلوم الماديه الان عندك قوانين تمشي عليها. هم وش داروا هذو علماء الماده؟ وش داروا؟ اكتشفوا القوانين هذيك، وهي اصلها قوانين ربانيه، لانه ربي العالمين ما يلعبش. اما تكذب على الناس وتخدعهم فيك باسم الله، هذه ما هيش مليحه، هذه عفسه مشومه، وما يديرها غير دجال كاين في نفسه شيطان كيما في نفسك طبعا. وهذه عدت نبصم عليها بيديا وبرجليا، ونقابل بها وجه الله الكريم، ونشهد بها عليك، كن على يقين من ذلك.